يا مساء الخير والسعادة عليكم يا أحلى متابعين، وحشتوني بجد والله وحشتوني. أنا بقالي فترة ما عملتش أي حاجة وما صورتش وما نزلتش أي حاجة. فأنا النهاردة عملت كريب، كريب كفتة. طبعا احنا عملنا الكريب مع بعض قبل كده، عملت كريب بانيه وعملت كريب ستريبس. المرة دي عملت كريب كفتة. طبعا أنا عملت طريقة العيش قبل كده معاكم من غير بيض. اللي عاوز الطريقة يرجع الفيديوهات بتاعتي وهيلاقيها. وطريقة الكفتة برضك عملتها معاكم قبل كده. يعني كل حاجة في الفيديو ده احنا عاملينها مع بعض قبل كده، يعني ما فيش اي حاجة، الطريقة سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة خالص. طبعا انا عندي هنا الجبن وعندي الزيتون وعندي الكاتشب وعندي المايونيز، وطبعا مقطعة فلفل اخضر. ده الكريب اهو يا جماعة انا عاملاه زي ما انتم شايفين اهو. انا عاملاه قبل كده بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة خالص، ومش هياخد منكم حاجة. يعني اللي شايل هم عيش الكريب، الطريقة سهلة، انا عاملاها سهلة. طبعا انا بجيب العيش الكريب بتنيه تانية بسيطة كده زي ما انتم شايفين، وبدهن بقى الكاتشب والمايونيز. بعد كده هحط شوية جبن، عندي ميكس جبن وعندي جبنة موزاريلا، عندي الاتنين بحط منهم. وبعد كده بحط الكفتة. طبعا صبع الكفتة انا قسمته نصين عشان ما ينفعش ان انا اسيبه بحاله، عشان لما اجي اتني الكريب معايا ما يتعملش، يبقى القطعة صغيرة واخدة راحتها في الكريب من جوه. بعد كده حطيت الفلفل الاخضر والزيتون، هحط كاتشب بقى ومايونيز، وبعد كده بقى اقفل الكريب بتاعي. انا زعلانه والله ان انا بقالي فتره ما نزلتش حاجه وكنت بعيد عنكم، لان انا بحب انزلكم كل يوم، بس مش عارفه والله كان في كسل رهيب قوي. مش عارفه في ايه، ما كانش ليا مزاج خالص ان انا اعمل حاجه وانزلها. وكنت كل يوم اقول طب هعمل، طب مش عارف ايه، مع ان انا على فكره انا عندي عندي فيديوهات، عندي فيديوهات متصوره والله، واقفه ان انا منتجها بس مش عارفه بقى كان في ايه. طبعا عملت واحد تاني اهوتي بنفس الطريقة برضو زي ما انتم شايفين بالظبط. حطيت الكفتة والفلفل والزيتون والكاتشب والمايونيز، وهحط برضو شوية جبن عليه وهلفه برضو. وهجيب عندي قلاية على البوتاجاز. كده الكريبات بتاعتي جاهزة اهي. هنجيب بقى القلاية، انا جبت صينية تيفال. اللي عنده قلاية واسعة كبيرة مفيش مشكلة، اللي عنده صينية تيفال يكون احسن، بس اهم حاجة تكون تيفال يا جماعة. طبعا انا دهنتها مسحة زيت وحطيتها، وبعدين الكريب احمر قلبته على الجنب التاني. هنا بقى الخطوة بقى اللي هحط فيها شوية جبن في الطاسة اهوتي. حطيت شوية جبن، هقلب الكريب عليها، هقلب الكريب بقى على الجبن عشان اقفل وش الكريب. جميل لما بيكون من فوق كده كله جبن كده ومتحمر، بيبقى جميل قوي، بيبقى طعمه حلو بصراحة. وزي ما قلتلكوا قبل كده ان ولادي عايزين كريبات، عايزين شاورما، عايزين الحاجات دي. طريقة سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة. شايفين بقى، شايفين الجمال. عملت الاتنين الاولانيين دول، الاتنين التانيين اهمتي، وهعملهم برضو هحط جبن برضو بنفس الطريقة. بس اهم حاجة مجرد ما تحط الجبن على طول بتقلبي الكريب عليها، علشان ما تتحرقش طبعا، لان هي اكيد الجبن بتسيح وهتتحرق على طول. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا انا بقلبه ماسكاه بالماسك كده علشان ان انا اقدر ان انا احرك الكريب زي ما انتم شايفين كده، عشان لو في جبن. هعمل التاني بنفس الطريقة برضو، هحط شوية جبن، ميكس جبن على الموزاريلا مفيش مشكلة.
وهقلبه برضك عليه واسيبه شويه، وبعد كده هحرك الكريب معايا علشان الجبن ما تلزقش في القلايه. وبكده الكريب بتاعنا جاهز معانا. شايفين اللون؟ واخد اللون الذهبي الجميل ما شاء الله، وطعمه جميل جدا. اللي بيخاف يعمل الكريب يا جماعه او عجينه الكريب العيش، والله العظيم سهله وبسيطه مفيش فيها اي حاجه. عندكم طريقه العيش موجوده عندكم في الفيديوهات بتاعتي، وطريقه الكفته المشويه برضو تقدروا ترجعوا الفيديوهات وتشوفوها. اللي لسه اول مره يشوفني انا نسرين، يا ريت يعمل له متابعه، ولو عجبكم الفيديو تحطوا لايك ودعوه حلوه من قلبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد.